14 نصيحة هقول لكم عليهم، لو عملتوهم هتبقوا الضيوف المثاليين اللي الناس بتحب قعدتهم وعايزين يعزموهم تاني وبيستمتعوا بوجودهم. لو ما عملناهمش او عملنا عكسهم غالبا هنبقى ضيوف رخمين ومحدش هيعزمنا تاني على المدى البعيد. ايه هما؟ النصيحة الاولانية هي arrive on time، يعني اوصل على الميعاد اللي الناس اتفقت معاك عليه. قالوا لك تعالى الساعة 7 تيجي الساعة 7، تعالى الساعة 8 تيجي الساعة 8. ما تجيش بدري وما تجيش متأخر. ليه ما تجيش بدري؟ ما تجيش بدري علشان ممكن الناس تكون مظبطه نفسها بالعافيه، يا دوب الاكل هيجي في الوقت ده او لسه هيروقوا البيت، فانت مش عايز تروح والناس لسه ما خلصتش وما جهزتش وتلاقي نفسك تروح حاطط عليهم بريشر وستريس وتبقى ايه الموضوع مش لطيف. ما تروحش متاخر عشان غالبا لو ست البيت او الست اللي منظمه العزومه طبخه ساعات بتبقى مظبطه وقتها ان الوقت يبقى الاكل هيخلص في الوقت الفلاني، فانت لو جيت بعدها بساعه هتبقى بقى حاطط عليهم ستريس ان الاكل هيبقى سخن، طب الاكل ممكن يخلص، طب معرفش مين، طب تالت حاجة برضو موضوع فيه انواع الاحترام، يعني فانت حد اتفق معاك على الوقت الفلاني فانت كاحترام للشخص ده بتروح له في الميعاد اللي هو قال عليه. فاول نقطة arrive on time. تاني نقطة bring a small gift، يعني ايه وانت رايح كده خليك برضو ذوق ولطيف وهات معاك حاجة. في ناس كتيرة بتروح وخلاص بقى احنا اصحاب ومتعودين على بعض، فانا ايه هاجي بايدي فاضية سلام عليكم انا جيت، لا جبت لكم نفسي. يعني الكلام ده كله ايه ممكن يبقى لطيف في فيلم عربي نتفرج عليه كوميدي، بس في الحقيقة قلة ذوق. قلة ذوق تروح وانت مش جايب حاجة في ايدك. الحاجة دي مش لازم تبقى هدية كبيرة، ممكن تكون بورد، علبة شوكولاتة صغيرة، ازازتين حاجة ساقعة، اي حاجة، بس المهم ما تبقاش داخل وايدك فاضية لانها مش من الذوقيات. تالت حاجة offer to bring something with you، يعني ايه؟ يعني قبل ما تروح شوف الناس اللي عازمينك قول لهم اجي تحبوا اجيب لكم حاجه معايا في الطريق ولا لا، في حاجه ناقصاكوا اجيبها لكم ولا لا. هتلاقي نفسك تتفاجئ ان ساعات كتير قوي ممكن الناس فعلا تكون مشغوله بتجهيز العزومه وما عندهمش وقت ينزلوا يجيبوا حاجه ساقعه، ما عندهمش وقت يجيبوا حلويات، ما عندهمش وقت يجيبوا حاجه او اتنين او تلاته. فلما بتعزم غالبا اولا يعني هتبان ان انت شخص عندك ذوقيات وبتفهم في الذوق وبتحاول تساعد. قالوا لك لا خلاص عملت اللي عليك، ما قالولكش لا يبقى انت ساعتها ساعدت وحليت مشكله وفكيت ازمه. فتالت حاجه قلنا offer to bring something with you، يعني اسالهم لو محتاجين حاجه اجيبها لكم معايا وانا جاي. طيب رابع حاجه ايه هي compliment the food and the house. يعني ايه؟ يعني جامل الناس اللي عازمينك بانك تجامل الاكل وتجامل المكان وتجامل البيت. مهم قوي الناس اللي عاملين مجهود وتعبانين في ترويق البيت وفي تجهيز الاكل ولا حتى يعني ان هم جابوا اكل من بره، كل الحاجات دي مجهود. مهم قوي ان انت تبقى ذوقياتك عاليه وتشكرهم، الله الاكل جميل، الله حلو قوي، وحاول يعني تبذل مجهود ان انت تدور على حاجه بتحبها. يعني حتى لو النص الاكل مش عاجبك جامل في النص التاني. البيت الله البيت جميل قوي، الريحه حلوه قوي، المكان متروق، المكان شكله جميل. حتى لو البيت صغير الله المكان الجو هومي يعني كوزي، اللي هي الكلمات اللي تدي ايحاء ان انت البيت صغير بس في احساس بالحب بتاع البيت. يعني اكيد انتوا فاهمين قصدي. فمهم قوي ان انت تكومبلمنت المكان. يعني تخيل كده حد انت جايبه وفرحان بحاجه، وبالذات لو عايز توريها له يقول لها فخر وبعدين يبص وما يقولش كلمه حلوه، دي مش ذوقيات. فمهم قوي 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 ان انت تدور على حاجه تجامل بيها. خامس حاجه eat and drink responsibly. يعني ايه responsibly؟ يعني خلي عندك مسؤولية كده وانت بتاكل ان في ناس تانية حواليك. ما تبقاش جعان وهتموت من الجوع وتروح مخلص الاكل. ساعات احنا بين الصحاب ممكن الموضوع يبقى حلو ولطيف ويهزر هات حتة وهات حتة، بس يعني في ناس كتيرة بتبقى مكسوفة مش قادرة انها ايه ترد عليك او تقول لك لا أو. فالموضوع ده ممكن برضو ايه الناس تشوفك ان انت زي ما بيقولوا عليها انيمال او سافيج، اللي هو حيوان بياكل اللي قدامه واللي وراه. فمهم قوي 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 ان انت حتى لو انت عايز تهزر والناس علاقتك بيهم قريبه والكلام ده كله خليك بس يعني في حدود المعقول. ما تاكلش بغشامه وتخلص كل اللي وراك واللي قدامك وتخش على اكل اصحابك. انا كنت بعمل كده زمان بس الحمد لله بطلت. وبرضه في نفس الوقت يعني كل حاجه ازازه حاجه ساعه واحده ما تخلصهاش كلها. خلي ايه يعني عندك احساس باللي حواليك واعرف ان الحبه اللي ما قدامنا دول اللي على الترابيزه بتوعنا كلنا مش بتوعك لوحدك. فايه واحده واحده كده وما تحسسش الناس ان انت اول مره تشوف اكل. دي برضو من الاتيكيت والذوقيات. النقطة اللي بعدها هي don't talk or laugh while you eat. دي مهمة قوي وناس كتير للأسف بتنساها.
ان انت ما تتكلمش وتقعد تضحك والاكل في بقك. اكيد شفنا كلنا منظر حد بيضحك، حد بيهزر، حد بيعمل وعمال بقى بيتكلم، وانت شايف الاكل بيتمضغ ببقه والحاجات والميه اللي بتتمط، وممكن بقى حد يقول حاجه تضحك يقوم مفرقع ومنزل اكل. يعني ده كله قرف. فايه خليك لطيف، محدش قال ان انت تقعد ساكت ما تتكلمش خالص، اتكلم بس ايه يعني واحده واحده. حد بيتكلم تاكل، انت هتاكل تحط ايدك على بقك، وانت لو اضطريت تتكلم. حد سالك حاجه وانت الاكل في بقك، تقول لهم ثانيه واحده يخلص بس امضغ وارد عليكم. فخليك ايه يعني، خلي بالك من الحوار ده عشان في ناس كتيره بتتقرف، وعشان برضو ما يجيش انت في وسط الكلام وفي وسط الهزار تقوم مفرقع بقى ايه مغرق الناس اللي حواليكم. الموضوع ده هيبقى مقرف قوي يعني. فايه دي النقطه اللي بعديها. النقطة اللي بعديها بقى ايه، دي مهمة قوي، ان انت ما تتكلمش في مواضيع بيقولوا عليها يعني don't talk about disgusting topics. يعني ما تتكلمش في مواضيع مقرفة. يعني ما تجيش الناس كلها قاعدة وتروح انت ايه حكي لهم عن حادثة شفتها في الطريق وواحد كان سايح في دمه. ما تبقاش مثلا حد بيتكلم على حاجة والناس كلها بتاكل وتروح قال ايه ده شفت صرصار قد كده، ولا برص كان عدى ولا مش عارف لقيت كان في شعرايه في الاكل. يعني اي موضوع ممكن يكون في ظاهره بالنسبه لك كوميدي بس في باطنه ممكن يقرف حد، خليه على جنب وما تتكلمش فيه. دي مهمه قوي. النقطة اللي بعديها رقم 8 هي don't talk about controversial topics أو polarization topic. polarizing topic دي كلمة polarizing يعني الحاجة اللي بتقسم الناس يمين وشمال، يعني قطب يمين وقطب شمال. دي أي توبيك أو أي موضوع في السياسة الناس بتنقسم فيه يمين وشمال. اي موضوع مثلا ايه في الكوره اهلي ولا زمالك مين احسن، ده بولارايزنج. يعني ناس هتتخانق معاك كده وناس هتبقى كده، وما فيهوش بقى ريحه العقل. يعني الموضوع كل واحد ايموشنال، كل واحد وحسب هو بيحب ايه واني فريق والكلام ده كله. فالمواضيع اللي ممكن نتيجتها ان يكون في حديه في النقاش او ناس تشيل من بعضها ولا مش عارف ايه، بلاش تتكلم فيها وبلاش يعني حاجات في السياسه مثلا، السياسه اللي هي الحزب ده ولا الحزب ده، الاحسن ده ولا الاحسن ده، مش عارف روسيا ولا اوكرانيا، مش عارف مين ولا مع اي توبيك تحس الناس هتنقسم فيه. الاحسن لو انت عايز تبقى لطيف وعايز تبقى الاتيكيت، فان الاتيكيت ان انت ما تتكلمش فيهم، ما تجيبش سيرتهم، علشان ايه ما تعملش نيجاتيف فايب في المكان. طيب النقطة اللي بعدها ايه بقى؟ النقطة رقم 9 هي keep your disappointment and criticism for yourself. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة مش عاجباك وعايز تنتقدها، اي حاجة كانت كنت متوقع انها تبقى في ليفل معين وجات في ليفل اقل، طعم الاكل مثلا، السوا، السبايسي، المنطقة وانت داخل فيها، البيت صغير شوية كنت فاكره هيبقى كبير، مش عارف كنت فاكرهم يعملوا لحمة عملوا سمك. اي حاجة بالنسبة لك يعني عايز تنتقد او تعمل، خلي انتقاداتك لنفسك، محدش عايز يسمعها. انت راجل معزوم تقول شكرا وتاخد اللي موجود وتبارك وتمشي. يعني ايه مش ده مكان. في ناس بقى تلاقيهم ايه والله بص انا ايه يعني انا بحب دايما اكون صريح مع الناس. لا، خلي صراحتك لنفسك او خلي صراحتك لنفسك، محدش طالب انتقادك. لان ايه في حاجات كتير حاجات زي دي بتحرج وممكن تجرح. تبقى الست تعبانه وعامله مجهود في مثلا في الاكل الفلاني، وبعدين تيجي تقول ايه ده انا كنت فاكر اصل انا ما بحبش ما اعرفش مين، اصل طعمه مش عارف اصل هو سبايسي شويه، اصل هو كان يعني محتاج شويه سوا. لا الكلام ده ايه بين اهلك وبين بعضهم، وانت مثلا في اسرتك صحابك اللي يعني صاحبك اللي انت عارفه من 20 سنه ماشي. بس لو معزوم وراح يعني في مكان مش كل الناس انت هناك عارفهم او قريبين منك، بلاش الكلام ده لان هو بيحرج وهيزعل الناس منك وبس. يعني بيتشاف ان هو قله ذوق مش اتيكيت خالص. ماشي، دي النقطه اللي بعديها. النقطة رقم 10 هي don't inspect the house and move without permission. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تقعدش تخش المكان وتقعد بقى عينيك يمين وشمال وبتبص على الحيطه وبتبص على السقف وشايف الاوضه اللي هناك والاوضه فتحت بتبص متروقه ولا لا ومش عارف وعمال بتتفرج. دي قله ذوق، ودي بيقولوا عليها يعني violation of privacy. يعني انت بتنتهك خصوصيه الناس. اقعد خليك مؤدب،
بص قدامك، بص تحتيك، طلع تليفونك لو مستني، اتكلم مع اللي معاك، ما تقعدش تبص. وما تمشيش بقى، هو ايه، مفيش حاجه اسمها، حتى لو لك البيت بيتك هو مش بيتك، فما تقومش ايه فجاه وتبقى عايز تخش الحمام من غير ما تستأذن. ما تقومش فجاه وتروح ايه متمشى ولا تطلع البلكونه، لان ممكن يكون في حاجات هنا محطوطه بخصوصيه مع مش عارف ايه، الدنيا مش متروقه، مش عايزينك تشوف المنظر. فيعني ايه، مش من الذوقيات خالص ان انت ايه تعتبر نفسك ان البيت بيتك وتعمل، حتى لو اقول لك الكلام ده. دايما خليك عندك ذوق وادب واستأذن وايه وخش. وانت يعني قبل ما تخش المكان او تروح اي حته وعايز تعمل اي حاجه، استأذن واسأل وهم يشوفوا لك الطريق ويعمل. فدي نقطه مهمه جدا جدا لو عايز تبقى ضيف باتيكيت. طيب تعالى بقى النقطة اللي بعدها ايه. engage the conversation with everyone and don't hold the mic. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تتكلم لو في قاعدة كبيرة، الكلام ده مش بس في لو انت ضيف، الكلام ده في اي حتة بتروحها يعني. ما اتكلم مع الناس كلها، ما تبقاش ايه تروح ماسك اللي جنبك وتتكلم معاه وخلاص اتصاحبنا ويبلعوا كلهم الناس التانيين. لا، ما فيش الكلام ده، مش حلو ومش ذوقيه. اتكلم مع الناس، لف الكونفرزيشن، اتكلمت مع جنبك شويه اتكلم مع ده شويه، اتكلمت مع ده شويه قوم اتكلم مع ده شويه، اتكلمت مع ده شويه قوم اتكلم مع دول شويه. لف كده، حسس الناس ان انت راجل اجتماعي وعايز تتكلم مع الناس كلها. انا عارف ان في ناس ممكن شخصيتها يبقى الموضوع ده بالنسبه لهم مش سهل، يعني شخصيه مش اللي هو بيقول عليه انتروفيرت شويه، مش الموضوع ما بيجيش عليهم بسهوله. بس ايه على الاقل ايه ابتسامه، اسمع. مش لازم ان انت تنجيج دي معناها ان لازم انت تتكلم، يعني ممكن حتى تسمع بس انك توريهم ان انت مهتم بكل الكونفرزيشن، بتبقى مسج ان انت مهتم بالناس كلها. فدي برضو بتبقى اسلوب كويس. والناس السوشيال، الناس اللي بتعرف تتكلم، الناس اللي عندها ذكاء اجتماعي عالي، الناس دي مشكله وانا واحد منهم. ساعات كتير قوي بناخد المايك وما بنخليش حد يتكلم. انا عندي قصص حلوه بتاع احكي لكم على الموقف ده لما عملك، احكي لكم على الموقف ده، وتقعد كل حاجه واحد تاني يقول ده حصل معايا، انا برضو حصل معايا، وراح واخد الكلام. والكلام ده كله دي بيقولوا عليها قله ذوق. ولان انت كده بتاخد يعني الناس كلها بتنبسط لما بتتكلم، فانت لما بتقعد تتكلم انت بس وما تخليش حد يتكلم محدش بينبسط. ممكن الموضوع يبقى لطيف في الاول، بس بعد كده خلاص طب لف بقى الدنيا علينا. فانت لو انت شخص اجتماعي عندك ذكاء اجتماعي عالي، استغله في ان انت تدي فرصة للناس كلها انها تتكلم، مش انت بس اللي تتكلم، علشان يبقى عندك اتيكيت. طيب ايه كمان؟ النقطة اللي بعدها هي don't keep checking your phone or watch. كتير قوي مننا بنشوف لا حد قاعد مع حد قاعد طول الوقت عمال ماسك تليفونه وبيفتحه، ماسك تليفونه وبيرد، ماسك تليفون، او قاعد عمال بيبص. الحركتين دول ان انت قاعد عمال تبص في الساعة او ماسك التليفون وعمال تبص وترد وتعمل، دي قلة ذوق. عايز بقى تسميها زي ما تسميها، دي قله ذوق. ودي معناها ان انت مش مقدر الناس اللي قدامك، ومعناها ان انت القعده اللي انت قاعدها دي بالنسبه لك مش اهم حاجه في وقتك دلوقتي، وفي اهم منها ان انت بتعمل معرفش ايه. طبعا في امرجنسيز ممكن تحصل، ساعتها بتستأذن تقوم ترد وترجع. في موضوع معين تروح ساعتها قال للناس يا جماعه بعد اذنكم معلش انا بس ايه بخلص حاجه مع راجل هرد عليه عشان بس هو مستنيني وخلاص، فاهم؟ يعني ايه، عرف الناس بادب كده ان انت ممكن تاخد 5 دقايق على جنب ترد وبعد كده خلاص. شيل التليفون ايديلي حطه في جيبك، يعني ما تحطوش على الترابيزه، خليه سايلنت علشان ما يقعدش يقرفك كل شويه يرن. الناس ما حدش هيقول لك على حاجه، يعني حد هيشوفوا لك عمال بتتكلم في التليفون وبتعمل، ما هيسيبوك، ما حدش هيقول لك على حاجه، بس هيقولوا عليك في دماغهم ان انت قليل الذوق وراجل مش مقدر قعدتنا وما تجيبوهوش تاني. فايه لو عايز تبقى يعني، وخلي بالك الموضوع ده ما بيخليكش مهم، يعني مفيش حاجه اسمها مهم، ده بيبينك ان انت قليل الذوق لما تعمل كده وتبقى قاعد طول الوقت على التليفون مع الناس، الكلام ده كله. فدي مهمه قوي 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 النقطه دي لو عايز الناس تحب قعدتك ويندهولك تاني ويجيبوك تاني. النقطه رقم 13 اللي هي don't overstay. يعني ايه؟ تلاقي ناس كتيرة قوي، وعندنا في الثقافة بتاعتنا شوية برضو بتحصل ان يفضل قاعد لغاية الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2. دي قلة ذوق، دي قلة ذوق. مهما قالوا لك لا اقعد والله لا انت قاعد لا، لازم تمشي. الناس ممكن عندها عايزة تنام، ناس تعبانة عايزة تعمل حاجة قبل ما تنام، مش لازم تنام بس، يعني عايزين يتفرجوا على فيلم، عايزين يروحوا حتة تانية، عايزين يريحوا دماغهم شوية، عايزين يعني مش حلو الموضوع ده. في ناس كتير قوي بتشوفها تفضل قاعده 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 وما تقومش وما تعملش وتفضل مستنيه، والناس عماله تتوب لها وعماله تقول لها انا عندي بكره شغل، يا عم خلاص مش مشكله. مفيش الكلام ده، لا. حتى لو اقول لك امسك في نفسك واقعد، مفيش الكلام ده، لا. امشي وخلي عندك ذوق وامشي بدري.
بدري. لو وصلت الساعه 7 ساعتين 3 حلو قوي، اتكل على الله. فيعني ايه ما تطولش علشان ايه تبقى خفيف ولطيف حتى قالوا لك، لان برضو احنا عندنا في الثقافه المصريه ان انت تمشي بدري دي ممكن تبقى شكلها مش حلو، فالناس بتقعد تقول ايه لا اقعد واستنى والبيت بيتك والكلام ده كله. فمهم قوي ان انت ايه تاخد كنترول وما تخليش الموضوع ده يحطك في موقف يبقى انت حاطط بريشر على الناس عشان تبقى اسمك ضيف خفيف. ماشي. رقم 14 واخر حاجه ان انت تبعت ثانكس ليتر. ثانكس ليتر دي يعني ايه؟ يعني انت تبعت للناس وتقول لهم متشكر قوي، تبعت لهم مسج على الواتساب بعد ما تخلص، متشكر قوي على العزومه الجميله دي، احنا انبسطنا جدا، عجبنا الاكل، عجبنا الضيافه، عجبنا مش عارف ايه، والف مبروك على البيت، الف مبروك على الغيط، الف مبروك على اللي انتوا عازميننا عشانه. دي مهمه قوي، دي ذوق. ما تبقاش جيت كلت قعدت انبسطت ومشيت وما عرفتش الناس تاني، دي قله ذوق. زمان كانوا بيبعتوا بقى ليتر جواب ومش عارف ايه، وطبعا يعني حسب بقى في حسب الموقف والعزومه. لو هتبعت مسج دي اقل حاجه، تكلمهم على التليفون تشكرهم دي احسن. معرفتش عايز تبعت لهم ورد، عايز تعمل مش عارف ايه، لو موقف مهم او عزومه او ناس مهمين بالنسبه لك ولا نسابك ولا حاجه، ممكن تبعت لهم بوكيه ورد وفي جواب شكر. بس اقل حاجه ابعت لهم مسج على الواتساب او كلمهم على التليفون، قول لهم متشكر قوي، عرفهم ان انت بتفكر في الموضوع والموضوع بالنسبه لك مهم. طيب تمام، احنا اتكلمنا على 14 نقطة اهو، خلي بالك منهم واحدة واحدة. الحاجات دي كلها مع الوقت لو انت خليت بالك منها وابتديت تركز فيها مرة والتانية والتالتة هتخليك ايه تبقى بعد كده تلاقي تصرفك يبقى راجل خفيف او بنت خفيفة، وجودها في الجروب جميل، الناس كلها بتنبسط بيها، مش قليلة الذوق، الناس محترمة الناس، مجيتها لطيفة، بتجيب حاجة معاها وهي جاية بتعزم، ازاي تساعد، الكلام ده كله هتخليك خفيف ويبقى عندك اتيكيت لما تتعزم ويخلي قعدتك حلوه. ولو عملت العكس، لو فكرت في كل واحد من الحاجات دي وعملت العكس، الناس كتير قوي هتشوفها انها قله ذوق، ومع الوقت هتلاقي الناس بتحاول تبعد من قليل الذوق ده، حتى لو كانت قعدته اكتر قعده ممكن الواحد يضحك فيها، لو قليل الذوق برضو الناس ما بتحبوش. فخلي بالك من الكلام ده لو عايز تبقى ضيف جميل وخفيف. صباح الفل.